الأهلي مع حرس الحدود. المباراة صعبة جدا جدا جدا. يعني خليني وانا بقول لكم جوزيه يقترب بشدة من العودة للأهلي، استقبل على التليفون الزميل علاء عزت المتخصص في أخبار النادي الأهلي والصديق المقرب لمانويل جوزيه. علاء، مساء الخير. اهلا مساء الخير استاذ ناصر، اهلا وسهلا بيك. وحشنا علوة. الله يخليك يا استاذ ناصر، انا كنت في قطر بنغطي بطوله كاس العالم لكره الطايره اللي كان مشارك في النادي يعني الاهلي. أنا متابعك وكانت تغطية متميزة فعلا، ولكن وأنت في قطر أكيد بتتابع عن كسب حقيقة ما إذا كان جوزيه سيعود للأهلي من عدمه. والله يا استاذ ناصر، يعني اللي كان المفاجاه كان بالنسبه لي ان المصريين كلهم في قطر والقطريين كلهم كمان كانوا مهتمين قوي قوي يعرفوا مين المدير الفني الجديد للنادي الاهلي. أيوة. يعني كان دي حديث الساعه في قطر، يعني انا ما كنتش بروح اي مكان الا وكانوا، لدرجه ان الناس كانوا بيسالوا لعيبه الكره الطايره في النادي الاهلي مين المدير الفني الجديد، مين هيجي يدرب الاهلي. حقيقه مانويل جوزيه، وخاصه اسم مانويل جوزيه كمان في قطر اسم كبير جدا واسم معروف جدا. دي حقيقة. وان في انديه كبيره جدا قطريه يعني كانت بتتمنى ان هي تتعاقد مع مانويل جوزيه، ومتابعين ما يدار حوالين توتر العلاقه بينه وبين اداره النادي بعد ما عمل 7 تعادلات متتاليه. يعني في اكتر من اهتمام بمانويل جوزيه على مستوى الجماهير المصريه والاعلام القطري، وكل الناس مهتميه جدا بانها تعرف قصه مين المدير الفني للنادي الاهلي وحقيقه ما يدار عن مانويل جوزيه. انا استاذ ناصر طبعا، يعني انت حضرتك تفضلت وقلت ان انا قريب جدا من مانويل جوزيه. انا بصراحه ما كنتش معاه خالص الفتره اللي فاتت دي، لكن اخر مكالمه كانت بينه وبينه لما كان تقريبا مع رحيل كابتن حسام البدري. أيوة. سالني، كان بيسال ليه حسام البدري مشي، طب ايه الموقف ايه وكده. لكن انا لما سالته السؤال قال لي علاء، انا عندي قرار واحد فقط بس، ان انا مش ممكن هرجع تاني للنادي الاهلي، وانا مصمم على هذا القرار، وانا مش ممكن ارجع تاني للنادي الاهلي في هذا التوقيت. او بصفه عامه هو قال ان انا لما مشيت من النادي الاهلي كنت واخد قرار نهائي بعدم العوده للنادي الاهلي مهما كانت الاسباب ومهما كانت الظروف. الله اعلم بقى اذا كان مستر مانويل جوزيه مصر على موقفه ده، وانا يعني واثق يعني الى حد كبير بالنسبه مثلا لا، اعتقد ان كلام مانويل جوزيه معاك حتى وان كان من فتره، انا اثق انه لن يتغير. يعني انا والله يا استاذ ناصر، انا يعني بجد يعني انا مش عارف ليه عندي احساس كبير ان هذا الرجل صادق في كلامه، لانه حتى كان رحيله من النادي الاهلي كان ما كانش مجبر او ما كانش مضطر او ما كانش في مرحله انهيار يتعرض تجبره على الرحيل. انا كنت شايف الامور كانت عاديه جدا وهو كان مصر جدا على الرحيل. اكتر من مناسبه حضرتك عارف ان هو مستر مانويل جوزيه كان في جه القاهره هنا وكان رافض تماما مجرد الحديث عن امر عودته من قريب او من بعيد. لا، كان بيقول ان هو مش عايز، يعني لدرجه ان هو قال ان هو لو ان كل مره هيجي فيها